مرحبا بكم في قناة بيستور للعلوم والمعارف، نافذتك إلى أسرار الجسد والعقل. فلا تنسوا الاشتراك ليصلكم كل جديد من الفيديوهات العلمية المفيدة والحقيقية. هل وقفتم يوما أمام المرآة وتساءلتم كيف يستطيع وجه الإنسان التعبير عن الحزن أو الفرح أو الدهشة بهذه الدقة؟ أو كيف يمكن لعصب صغير في عصب واحد فقط أن يشل نصف وجوهنا؟ اليوم سنكشف معا لغز العصبين الخامس والسابع. سترى كيف أن هذين العصبين هما مفتاح الإحساس والحركة في وجهنا، وماذا يحدث لو تعرض أحدهما للضرر، وكيف نعود للحياة من جديد رغم شلل الوجه. لنبدأ بالعصب الخامس، يدعى العصب الثلاثي التوائم trigeminal nerve. هو العصب المسؤول عن كل الأحاسيس في وجهك تقريبا: ملمس الريح على خدك، دفء الشمس، وحتى لسعة الألم العابرة. ينقسم هذا العصب إلى 3 فروع، لكل فرع مهمته: الفرع العيني، ويغطي منطقة الجبهة والعينين. الفرع الفكي الأعلى الذي يشمل منتصف الوجه والأنف والخد. الفرع الفكي السفلي، ويمتد حتى الذقن والفك السفلي. تخيل لو أن أحد هذه الفروع توقف فجأة عن العمل، سوف تشعر كأنك فقدت الاتصال بجزء من وجهك. أما الآن فلننتقل إلى العصب السابع أو العصب الوجهي facial nerve. هنا يكمن السحر. هذا العصب هو الجندي الخفي الذي ينظم جميع حركات وجهك: ابتسامتك، عبوسك، اندهاشك، وحتى الرمش بعينيك. من خلال العصب السابع تعبر للناس عن نفسك دون حتى أن تتكلم. سيرسل هذا العصب إشارات لعضلات الوجه عندما تضحك على نكتة، أو إذا حاولت رفع حاجبك محاكيا شخصية مشهورة. لكن ماذا لو تعرض أحد هذين العصبين، وتحديدا العصب السابع، لالتهاب أو ضرر؟ ما سيحدث يسمى شلل الوجه أو شلل بيل أحيانا، حيث يصاب المريض بعدم القدرة على تحريك نصف عضلات وجهه. تخيل أن ترتفع زاوية واحدة للفم عند محاولة الابتسام فقط، أو أن تتساقط الدموع من عين واحدة لا تنغلق كليا. الأعراض تظهر فجأة وتشمل سقوط زاوية الفم وصعوبة الكلام بوضوح، صعوبة أو استحالة إغلاق العين تماما، غياب تعابير الوجه من الجهة المصابة. في بعض الحالات يشعر الشخص بوخز أو ألم حاد خلف الأذن أو في منطقة الوجه. الأسباب متعددة، ربما كان السبب التهاب فيروسي مثل الهربس، أو إصابة مباشرة من حادث أو ضغط من ورم صغير. أحيانا يظهر الشلل فجأة عند شخص خال من الأمراض. هنا دعونا نشاهد مثالا حقيقيا. هذه سارة أصيبت بشلل الوجه المفاجئ. في البداية عانت من صعوبة كبيرة في إغلاق عينها وابتسامتها نصفية. بعد أسابيع من العلاج الطبيعي والمثابرة، استعادت سارة معظم وظائف وجهها وعادت لحياتها بابتسامتها المعتادة. العلاج يبدأ بتشخيص السبب. في كثير من الحالات يوصف الأطباء أدوية مضادة للفيروسات أو الالتهابات مع تمارين علاج طبيعي لتحفيز الأعصاب وتقوية العضلات. من أشهر التمارين تدليك الوجه بحركات دائرية بلطف بين الخدين والجبهة، محاولة رفع الحاجب والاحتفاظ به عاليا لثوان، النفخ في الفم وإخراج الهواء ببطء، تمارين النطق لتقوية عضلات الفم والفكين. هي تمارين بسيطة لكنها تحدث فرقا هائلا مع الالتزام والمثابرة. ولا يجب أن يغيب عن أذهاننا أهمية المراقبة الطبية، فقد يحتاج بعض المصابين لجراحات بسيطة أو علاج إضافي حينما يبقي الشلل أكثر من 6 أشهر دون تحسن.
الوجه هو نافذتنا للعالم، والعصب الخامس والسابع هما حراسه الأوفياء. إذا واجهت أي ضعف في حركة وجهك أو إحساسك، سارع باستشارة طبيب الأعصاب، فالاكتشاف المبكر هو سر الشفاء السريع. لا تنسى أن تدعم قناة باستور للعلوم والمعارف بالاشتراك وتفعيل الجرس حتى نفتح معا المزيد من أبواب المعرفة. شارك الفيديو مع من تحب، فقد تكون سببا في وصول المعلومة لمن يحتاجها. استمروا في متابعة القناة. إلى اللقاء في فيديوهات علمية أخرى مليئة بالفائدة والأمل.